ويسعد مساكم بالخير والنور والسرور وطاعة الله وطاعة الرسول محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اليوم نطمطم في جدر الأفغاني بالصلاة على النبي، لحم تيس بالصلاة على النبي، 4 فصوص ثوم، ملح وفلفل أسود. بسم الله. حطيت البصل يتكرمل، نحط الطماط تقريبا 1.5 كيلو، خليناه يحمل الجدر وذبل البصل شوي. ننزل البطاطس فوقه واللحم، البطاطس حبة كبيرة راهي، ننزل الحمات بالصلاة على النبي، لحم تيس وضلوع، صلاة على النبي. عندي تقريبا كاس ماي، كتمة، يد واحدة، على نار عالية. لما يصفر نخليه نشوف على ما يجهز. الله أكبر، على نار عالية. طبعا محميه قبل وحطيت عليه البصل حبة، المرة غيرنا النكهة بصل عشان يطلع الماء، وحطينا كاس ماي فقط لا غير. وعند الرز مايه اوكي، شفتوا الملعقة، حطيت ملح وشوية زيت، وعلينا وعليكم بألف عافية. هذا مقدار الماء، توقف الملعقة وخلاص. الصلاة على النبي، وزن الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. الحين نحسب له 20 دقيقة من تصفيره. عاد عدتنا واجد بهارات ومبهاراتنا على نار عالية. لا الحين نحسب له 20-25 دقيقة على هالشكل. وعلينا وعليكم بألف عافية. وبالصلاة على النبي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. طيرت طخانة، الله الله الله، والله ما شاء الله. بس الحين خلي بس الحمى، ما يحتاج، ما بلا حكي. نجيك ملح بالصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله. خلي شوي بس ينشف مايه، يدين بس. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله. شوف الرز ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر، ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله. رز ناشف بس جميل. ما عندنا نسومه هناك في اللحم. شوف
خلاص اصلا. الله 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 الله. ان شاء الله. علينا وعليكم بألف عافية. حط الطماط ان شاء الله. تبارك الرحمن. نكمل ونرجع لكم.